القصة بتاعت النهاردة يا جماعة هي قصة بشعة. سببها الرئيسي هو التعلق المرضي. القصة بتقول إن كان في واحد وواحدة متجوزين. الراجل سافر الخليج عشان يجيب فلوس. المهم أثناء فترة غيابه مراته اتعرفت على السواق بتاعها وحبته، وهي كان عندها ولد وبنت، الولد 13 والبنت 16. المهم أثناء الفترة دي البنت بدأت تلاحظ على مامتها إن هي بتتكلم واخدة عليه شوية زيادة عن اللزوم، واخد عليها كده. المهم راحت تفضفض مع مين؟ مع اخوها. راحت تقول له السواق ده سلوكه مش عاجبني وكده. المهم اخوها راح كلم مامته، قال لها انا مش عايزه يجي تاني وكده. المهم في خلال الفترة دي بقى مامته فكرت من كتر التعلق المرضي. بيبقى التفكير عجيب، عايزة تعمل اي حاجة في الدنيا بحيث انها تفضل مع حبيبها. المهم كلمت بقى السواق ده وقالت له احنا هنحلها ازاي. تخيلوا هم اتفقوا على ايه؟ حاجة أبشع ما تتخيلوها. اتفقت ان هو هيعمل علاقة مع بنتها، يعني هيقربها ليه عشان ما تقدرش تتكلم، وهيعمل معاها علاقة كاملة و... والولد ان هم هيموتوه. بس الخطوة الأولانية ان هي هتعمل موضوع البنت ده. بعد بقى ما خدوا البنت في صفهم اتفقوا هما التلاتة على اخوها. انتوا متخيلين؟ المهم راحوا فعلا قتلوا اخوها وحدفوه في حته بعيده. وخلاص فاكرين ان حياتهم بقى تستقر على كده. جدته بقى، جدة الولد ده من ناحيه الاب، كان هو بيعدي عليها دايما. راحت بقى متصله عليها بتقول لها الولد فين. من خلال ردها هي حست ان في حاجه غريبه. بتقول لها ده بيتاخر بره وانا معرفش فين. مفيش ام ما تعرفش ابنها فين. مهم ان هي جدته دي بدأت تقلق، هي ست كبيرة مش عارفة تعمل ايه. تروح على قد تصرفها متصلة على ابنها اللي هو في الخليج، تقول له تعالى شوف ايه اللي حاصل في بيتك. قال لها في ايه؟ ما رضيتش تخضه. قالت له لا تعالى بس وشوف انت ولما تيجي نتكلم. المهم هو اتصل بقى على مراته قال لها انا جاي، وحب يعرف في ايه. واول ما وصل طبعا هي جايه معاها السواق ده عشان تستقبله من المطار. طبعا وقت الفيديو خلص، مش هعرف اكمل القصه. يلا بقى استنوني في الفيديو الجاي، ما تنسوش المتابعه عشان اقول لكم قصص شيقه كتير.